أرملة بقالي 20 سنة، وعندي دلوقتي 43 سنة، وكل اللي قعدته وعشت فيه مع جوزي هم 4 سنين. وبعد كده لقيت نفسي قدام مسؤولية كبيرة جدا، وعمري ما تخيلت إن ممكن اللي حصلي ده يحصل في يوم من الأيام. أنا عمري ما كان هدفي إن أنا أبقى زي أي ست، أتدلع وأتفسح وآكل وأشرب وألبس. بالعكس، أنا كل هدفي في الحياة إن أنا دايما أبقى واقفة على رجليا، وأبقى محتاجش حاجة من حد. طول عمري بيقولوا عليا عنيدة وشديدة، ولما اتحطيت في الموقف ده وجبت ابني وبنتي، قررت إن أنا لازم أكون لهم أب وأم، ومش أي أب وأم. لازم إن أنا أراعيهم على قد ما أقدر، وأعلمهم وأخليهم أحسن من ولاد خواتي كلها. مش معنى إن أنا معيش جوزي معنى كده إن أنا أحتاج حاجة من حد، وإن أنا أبقى مش عارفة أتصرف. وقررت إن موضوع الجواز ده لازم يتناسي خالص، مع رغم إن في الجمال جميل وكان سن صغير، وفي نفس الوقت زي أي ست أنا كنت بخلي زوجي مبسوط جدا، وما كانش في يوم بيعدي كده. ال5 سنين اللي قضيتهم معاه كان من أجمل سنين عمري. ما كانش بيقدر يسيبني ولو يوم واحد، حتى لما كان ينام كان يقولي شفتك في أحلامي. كان بيحبني جدا، وأنا كنت بعشقه بمعنى الكلمة. كان زوج ونعم ونعم أي زوج يكون فعلا بيحب مراته وبيحافظ عليها وعلى بيته. كان غالي على قلبي بطريقة مش طبيعية، وفراقه ده ما كانش حاجة سهلة بالنسبة لي. لكن ما كانش قدامي أي حل تاني غير اللي أكون زي ما هحكيلكم بالظبط. جوزي كان عنده محل خضار في مكان معين، وكان ليه زباين كتير. المحل ده كان إيجار، وطبعا الراجل اللي هو صاحب المحل لما كان طبعا بيجدد العقد آخر مرة، كان بيضايق فيه وعايز إن هو يبيع المحل. لكن جوزي رفع الأجر شوية في الإيجار واتمسك بيه، لأن ليه زباين من سنين طويلة، وشغله حلو جدا بيكفينا وزيادة، ومش بخلينا محتاجين لحد. لما روحت لصاحب المحل ده كانت نظراته غريبة ليا جدا، وطبعا ما قدرش يقولي حاجة لأن كان لسه مدة العقد متجددة جديد ب5 سنين. فطبعا قالي ما عنديش مشكلة تكون انت واقفة أو جوزك اللي كان واقف، أهم حاجة عندي السمعة الكويسة واحترام المكان، وإني مش عايز أي مشاكل. قلتله من الناحية دي ما تطمن، مفيش أي مشكلة. وفعلا بدأت أبقى المعلمة بدل ما كنت ست بيت متستتة. ونزلت المعلمة صباح، نزلت السوق. طبعا الموضوع في الأول ما كانش سهل زي ما قلتلكم، لأني ست جميلة، ودايما الست الجميلة اللي بتبقى لسه جديدة في الموضوع بيبقى في ناس كتير جدا مركزة معاها في تصرفاتها، في شكل لبسها، في شكل تعاملها وكلامها. كل الناس لسه بتتعرف عليه، وانا حلفت ان انا لازم اكون راجل زي ما جوزي كان دايما شايفني اجمل ست في الدنيا. ما كنتش بهتم ابدا بشكلي، ما كنتش بحط ميك اب خالص. غيرت كل اسلوب لبسي، بقى كله لبس عبايات سودا ومش شيك كمان، عبايات واسعة كده وعادية. كنت بحاول اخفي جمالي كست بأي شكل عشان اقدر ان انا اشتغل واربي ولادي. مش هقدر اقول لكم ان انا متركزش معايا من ناس كتير جدا، ومعلمين كتير جدا في السوق طلبوا ايديا، لكن الصراحة انا كنت برفض، وكنت مقررة زي ما قلتلكوا ان انا اربي ولادي وبس. وكان كل واحد بيقعد يتودد لي شوية، يعني يعمل لي مصلحة، يمشي لي الدنيا، يوقف معايا في موقف. لكن انا ما كنتش بسمح لحد ان هو يتخطى حدوده زيادة عن اللزوم. وفي الوقت ده طبعا بدأت تمر السنين عليا، وبقى ليا اسم ومكانة في وسط المعلمين اللي موجودين، وفضل اسم جوزي محطوط زي ما هو على المحل. لكن بدأت ان انا اوسع نشاط شغلي، وفتحت محل تاني جنب مني في مكان مناسب،
بعد ما الفلوس بقت معايا كويسة وكنت مكفية ولادي وزيادة، والفلوس بتفضل معايا. لكن في الوقت ده عايزة أقولكوا إن أنا يعني كنت باحس بعض الأحيان إن أنا تعبانة وزهقانة، فقررت في يوم إن أنا وولادي نسافر نغير جو في مكان. الولاد الأول كانوا رافضين، هما صغيرين، لكن على مدار ال3 4 سنين في العمل وفي الشغل، وكان يعني الولد الكبير عنده 10 سنين والصغير عنده 8، فطبعا بدأنا هنا بقى إن أنا يعني أكمل معاهم بطريقتهم. يعني طول الوقت مشغولة صحيح برا، لكن باحاول آجي آخر اليوم أقعد معاهم شوية أتكلم معاهم. صحيح الوقت مكانش كافي، لكن طبعا هنا المشكلة إن أنا كنت مشغولة في الشغل، فكان لازم برضه إن أنا أكمل في مسيرة شغلي عشان أقدر أأمنهم وأعلمهم. في الوقت ده طبعا الولاد كانوا بيبقى بسن مختلف ومحتاجين طول الوقت حد مراقب عليهم، فأنا كنت باحاول على قد ما أقدر، لكن عمري في حياتي ما تخيلت إن الأمور ممكن توصل معاهم لكده، وإن أنا بدل ما أوصلهم لطريق الأمان كنت أوصلهم لطريق التعب والمشقة. مرت ال5 سنين، كبرت وبقى معايا فلوس حلوة جدا، وفتحت كمان الفرع التاني ونفس الزباين بقوا عارفين المكان. ليه عملت كده؟ عملت كده لأني مش واثقة في صاحب المحل اللي هو الأساسي بتاع جوزي، وقلقانة جدا إنه ما يقدرش إن هو يعني ميرضاش إنه يجددلي العقد وأنا مقدرش عليه. فكنت باحاول إن أنا نفس الزبون اللي بيجيلي هنا باعرفه على المكان التاني اللي هو نفس المكان القريب في مكان تاني بسعر أقل في الإيجار وفي نفس الوقت مناسب برضه. واللي أنا حسبته لقيته. لما جه ميعاد تجديد العقد للمحل، صاحب المحل كان راجل مش كويس، طلب مني حاجات مقابل إن هو يجددلي العقد، وقال لي بنفس الفلوس ومش هزود حاجة. لكن طبعا ساعتها كان رد فعلي عليه قوي ووقتي وبدون تفكير، ولميت حاجتي وصفيت اللي ليا وأخدت بقية فلوسي بالأصول ووقف الناس جنب مني وسبت المحل خالص. في الوقت ده كان قلبي جامد، لأن نفس الاسم ونفس الزباين ونفس الناس عارفين المحل الجديد. ومشيت الدنيا برضو في المحل الجديد، وبدأت إن أنا أأمن نفسي وأأمن ولادي. وكمان 5 سنين كنت خلاص كبرت، مبقاش الموضوع زي الأول. كان جوزي سايبني بقاله 10 سنين، ابني الكبير كبر بقى عنده زي 16 سنة، والصغير برضه بدأ يوعى عن نفسه. يعني ولادي بدأوا يكبروا ويوردوا قدام عينيا، والزرعة اللي أنا فضلت حاجة عليها وأربيها بدأت تكبر قدامي. كنت ببقى مروحة تعبانة جدا، لكن مجرد ما كنت بشوفهم قدامي قاعدين بيذاكروا أو بقعد معاهم شوية ناكل أو نشرب أو نضحك، كنت بحس إن أنا ملكت الدنيا كلها. كنت من كتر ما أنا معيش جوزي كنت بحس حاجات كتير، لكن كنت بجهد نفسي في الشغل لدرجة إن أنا لازم إن أنا أول ما أروح أحط دماغي على المخدة أنام ومحاولش أفكر في حاجة. وفعلا كان الموضوع بيجي معايا في الأول كتير جدا، بحس إن أنا عايزة يكون موجود معايا جوزي وكده، لكن بعد كده بقى الموضوع عادي. وبقى الموضوع ما بيتكررش كتير، وبدأت أنسى مفكرش في أي حاجة، لحد ما حصل في يوم موقف كان أغرب موقف حصلي في حياتي. كان ليا جارة من سنين، كان جوزها معظم الوقت مسافر، وأنا بطبيعتي ما بحبش أقعد عند حد، لكن هي كانت بتجيلي على طول، وكنت كمان بجيب لها بعض الأحيان الخضار لما كانت بتحتاجه. يعني نفع واستنفع زي ما بيقولوا. وبعدين جارتي كانت أحيان كتير بتعمل الأكل وبتجهزهولي، وكنت برجع ألاقيها مجهزاه. طبعا ما كانش عندها أي شغل، ولادها كانوا لسه صغيرين، يعني في حضانة والتاني في الابتدائي، وبقالنا سنين نعرف بعض، وهي إنسانة كويسة جدا جدا، والصراحة أنا بحبها. وكنت بحاول طول الوقت لو احتاجت فلوس أو احتاجت أي حاجة كنت دايما ببقى واقفة معاها ومخلية بالها من أولادي، وكمان مطمنة بوجودها في البيت. وكنت في يوم
جاية من الشغل عادي تعبانة جدا، لكن هي قالت لي تعالي ارتاحي واتغدي معايا، ولو الولاد جم هنادلك عليهم. وفعلا ولقيت نفسي رحت وغيرت هدومي وقعدت. قالت لي خليكي هنا شوية لأن شكلك تعبانة جدا. وفعلا لقيت نفسي مش قادرة أتحرك خالص. كنت مستغربة مع إن الشقة في وش الشقة، ودخلت فعلا أوضتها وارتحت شوية، وهي قالت لي أنزل أجيب الولاد من الحضانة وأجي. قلت لها تمام. الجو أمان ومتعودين على كده من سنين طويلة. نمت في الأوضة بتاعتها، وكنت طبعا واخدة راحتي لأن الجو كان حر. واتفاجئت بحد جنبي يعني بينادي وموجود في الشقة، مش صوت حد من عيالي. اتفاجئت إن جوزها رجع من السفر، وكانت صدمة عمري. رد عليا وقال لي انت مين؟ ولقيت نفسي أول حاجة ظبطت أموري، وتاني حاجة بدأت أشرح له إن أنا جارته في الوش، وإن مراته بتجيب الولاد بس من الحضانة ومن المدرسة. واعتذرت له وأخدت بعضي وخرجت جري. وفضلت أفكر في الموقف اللي حصل، وبدأت أفتكر جوزي والأيام الحلوة اللي كان موجود معايا فيها. كانت من أسعد أيام حياتي، ولأول مرة أحس إن في حاجات كتير أوي كنت فاكرة إنها مبقتش موجودة بدأت تتحرك. الشقة جنب الشقة، والأوضة اللي بنام فيها جنب الأوضة بتاعت جارتي دي. وبدأت أسمع حاجات كتير مكنتش بسمعها من زمان، وبدأت كمان أفكر في حاجات تانية كتير. مع إن يعني السن كان خلاص، كنت بقول يعني حاجة و30 سنة خلاص، لكن أتاريه بقى ده السن اللي فعلا الست بتحس فيه إن هي عايشة. كانت مبسوطة جدا جدا بالمفاجأة، وكانت مبسوطة إن جوزها رجع. دايما هو متعود بيعملها مفاجأة كده لرجوعه، لأن ما بيحبهاش إن هي تنتظر وتبقى قلقانة. وساعتها اتقابلنا بالصدفة على السلم، وسلمنا على بعض عادي، لكن أنا كنت مكسوفة جدا ومشيت على طول. وبعدها بكام يوم جارتي كالعادة كلمتني وقالت لي على طلباتها اللي هي الفاكهة والخضار وكده، ودايما كنت بجيب لها أحسن حاجة. فعلا جبت الحاجات، لكن كنت في اليوم ده تعبانة. كلمتها عشان تنزل لي الأولاد عشان الأسانسير كان بايظ، عشان مش هقدر أطلع السلم بالحاجات دي كلها. كنت جايبة لها حاجات كتير. قالت لي إن الولد في المدرسة، وإن أنا مش هقدر أنزل، وإن اللي هينزل لي ينزل لي من عندها جوزها. فطبعا فضلت واقفة عند الحاجة. وبعدها بدأ إن هو ينزل فعلا، شكرني وسلم عليا وقال لي مفيش داعي بعد كده تتعبي نفسك. قلت له احنا متعودين على كده. المهم أخد مني الحاجة، لكن كانت نظرات عينيه غريبة. ولما سلم عليا كنت بشد ايدي منه، لكن هو كان مش عايز يسيب ايدي. معرفش ليه أخد الموضوع بالهزار، لكن أنا بصيت له نظرة تانية. المهم أخدت بعض أنا بقى وطلعت بعد هو مطلع الحاجة كلها. في الوقت ده بدأت أفكر في حاجات تانية كتير. لقيتها بتخبط عليا الباب وتقولي يلا عشان نتغدى سوا. قلت لها طبعا ما ينفعش مدام جوزك موجود. قالت لي هو اللي صمم ان انا انادى عليكي ان احنا النهارده نتغدى سوا، وانا حكيلها على كل حاجه حلوه بتعمليها معايا ومش موجود، وبنشكر فيكي ليه جدا. وبعدين انا عايزاه يتعرف عليكي عشان ما يبقاش قلقان ويمنعني بعد كده من التعامل معاكي. وفضلت تترجاني كتير. رحت فعلا اتغديت معاه، وفي الوقت ده بدأنا نتعرف اكتر، وهو نظرته كانت ليا غريبة. لكن طبعا جارتي عمرها ما تخيلت ان يحصل مني حاجة، لان هي معشراني بقالها سنين ومتأكدة من اخلاقي. في الوقت ده بدأنا نتعرف اكتر، واتفاجئت ان هو معدى عليا في المحل في يوم وبيقول لي المرة دي انا جاي اخد الخضار والحاجة بنفسي عشان ما نتعبكيش. وفضل واقف معايا فترة طويلة. ساعتها حصل معايا مشكلة بالصدفة في المحل، وهو اتدخل وبدأ يحلها ويتكلم مع كل الناس اللي موجودة. وطبعا في الوقت ده لقيته الناس بتقول مين ده، لقيته بيرد وبيقول أنا خطيبها. الموضوع بالنسبة لي كان صدمة فعلا، لكن ما قدرتش إن أنا أتكلم قدام الناس وأقل منه أو أقول إن هو كذاب.
وبعد ما روحنا لما الصدفة جمعتنا كنت بقى مشغولة جدا ومتضايقة من اللي حصل وبفكر فيه طول الوقت. رحت خبطت وكنت بحسب مراته هناك، ما لقيتهاش. لقيتها في الوقت ده نزلت مع الولد درس، والمدرس كان مغير وقت الدرس بتاعه وانا ما كنتش اعرف الميعاد، واتفاجئت انه قاعد لوحده. ولما دخلت وقفل الباب فضلت اتكلم معاه وقلت له انت ازاي تقول اللي انت قلته النهارده ده في المحل عندي؟ لقيته بيقول لي لان انا نفسي فعلا في كده. وبدأ ان هو يلح عليا ويقول لي انا هكلم مراتي وعايز ارتبط بيكي لو ترضي وتوافقي، هي بتحبك جدا واكيد مش هتقول لا. قلت له هي بتحبني لاني جارتها، لكن يوم ما بقى شريكتها وجوزها اكيد ده حاجة مش هي تحبها. وأرجوك ما تفرقش ما بينا، هي غالية عندي جدا وأكتر من أختي وعشرة سنين، وأتمنى إن علاقتي بيها كصديقة تفضل طول العمر. وبعدين مين قالك إن أنا هوافق؟ حتى قال لي أنا حاسس بالإعجاب في عينيك. قلت له حتى لو أنا معجبة، حتى لو أنا نفسي، لكن ما ينفعش عشان ولادي. ما ينفعش إن أنا أضايق رجولتهم أو أحسسهم إن هم حاجة قليلة وبعد صبر السنين دي كلها. قال لي كده كده انت كست محتاجة ان يعني حد يكون معاكي، محتاجة حد يراعيكي. قلت له كل اللي بتقوله انا عارفاه، لكن ما ينفعش، انا واخدة عهد على نفسي ان انا اربي ولادي واطمن عليهم. وخلص الكلام بينا على كده. لقيته جايلي بعدها بفترة المحل وفضل يتكلم معايا كتير ويقنع فيا ويزن على دماغي. والمشكلة ان دماغي بعد ما بيسيبني بتقعد تفكر كتير جدا. أول شخص يهتم بيا جامد كده ويلح على موضوع الجواز بعد فراق جوزي. كنت دايما بقفل البيبان ومش بحب إن حد يتكلم في حاجة، لكن بحكم ظروف الجيرة بتاعتنا والعيشة اللي احنا عايشينها فكنت بضطر إن أنا أتكلم معاه. ومع الأسف كلامي معاه ده كان بيعود عليا بالتفكير القوي بعد كده. وفضلت إن أنا أمنعه وأقوله لأ، لكن هو ما كانش بييأس. وفي يوم اتفاجئت بإن هو بينادي عليا هو ومراته وبيقولولي تعالي احنا عاملين لك مفاجأة. الصراحة كلمة مفاجأة دي كلمة كده بتفرح أي شخص من جواه، حتى لو كانت المفاجأة بسيطة. ولقيتهم هما الاتنين عاملين لي عيد ميلاد، حتى ولادي كانوا عندهم وأنا ما كنتش أعرف، وكلهم احتفلوا بعيد ميلادي. وده طبعا لأن احنا متعودين بنعمل كده كل سنة. حتى أنا كمان عارفة عيد ميلاد جارتي وكنت دايما بعمل لها حفلة عيد ميلاد زي ولادي وولادها كمان. ليه بنعمل كده؟ احنا مش بنحتفل بيها عشان حاجة، لكن بيبقى يوم مميز بنضحك ونهزر ونفرح مع بعض يعني. بنقدر بعض زي ما بيقولوا. فعشان كده هما كانوا عاملين لي الحفلة دي وانا معرفش. في اليوم ده اتفاجئت ان هما الاتنين جايبين لي هدية. الهدية دي كانت لبس شكله شيك جدا، وقرروا ان انا البسه ونخرج بيه مع بعض، وغيروا لي اللون الاسود. وطبعا لما ألحت علي جارتي قالت لي انا موضبه لكم خروجه حلوه جدا النهارده وعايزاكي تفرحي معايا لان انا حاساكي مش مبسوطه بقالك فتره، وفي نفس الوقت ما عنديش وقت اقعد معاكي زي الاول بسبب وجود جوز. وصمموا. في الاول كنت رافضه كتير، لكن لما ولادي برضو اتحايلوا عليا ما قدرتش ازعلهم. لبسنا كلنا وجهزنا نفسينا، وانا بقى لبست الطقم الجديد، بس كان شكله حلو جدا. كنت مبسوطة، احساس كده مختلف يعني ما اقدرش، مش عارفة اوصفه، لكن كنت حاسة من جوايا ان انا سعيدة باللبس الجديد جدا زي الاطفال. ومعرفش ليه، يمكن ده بسبب ان بقالي سنين طويلة ما بشوفش نفسي غير في اللون الاسود، ومهملة جدا شكلي بحكم شغلي. بدأت جارتي تعمل لنفسها ميك اب وتلبس اكسسوارات وحاجات من دي، وعملت حسابي معاها وصممت. قالت لي انت النهارده لازم تفرحي وتنبسطي. المهم في الوقت ده لما خرجت لولادي ولجوزها وولادها ما كانوش مصدقين ان انا، كانوا حاسين ان انا واحدة تانية. مش عارفة ليه، معقولة اللبس والميك اب والاكسسوارات الزينة والحاجات البسيطة دي تفرق في الست قوي كده، تلفت لها الانظار بالشكل ده؟ ما كنتش فاكرة انها ممكن تغير فيا كده. عارفين ان انا حبيت شكلي كده اكتر من الشكل اللي انا كنت فيه بقالي سنين. عارفين ان انا اشتقت ان انا اعمل الحاجات ديت من ساعة جوزي ما سابني وانا ما عملتش كده. كنت سعيدة جدا،
لكن كانت نظراته كلها كلام في اليوم ده. لكن طبعا أنا قلت مستحيل إن ده يحصل، وفضل إن هو يبصلي كتير. وأول ما جت الفرصة والولاد قاموا يلعبوا وهي راحت معاهم، لقيته يعني بيقولي بصراحة ما كنتش أتخيل إن ممكن حاجات بسيطة زي دي تخليكي بالجمال ده، لكن أنا كنت متأكد إنك انتي جميلة. شكرته ساعتها وفاجئني بهدية عيد ميلادي اللي جايبها لي مع نفسه. كان جايب لي سلسلة كده فيها الحرف والحرف بتاعه، وقال لي عشان ما تنسنيش ويا ريت يعني تبقى طول الوقت قريبة منها. في الأول رفضت، لكن كانوا جايين من بعيد وقال لي شيليها بسرعة في الشنطة عشان محدش ياخد باله، فاضطريت إن أنا أشيلها مع إني ما كنتش قابلاها. وفضلت طول الليل اليوم ده أفكر في كل اللي حصل وأبص للسلسلة، وقمت لبستها لقيتها جميلة عليا بطريقة غير طبيعية. حاجات كتير فيا أوي اتغيرت. وفي الوقت ده سابنا وسافر بعد ما حصل معانا مشكلة كبيرة، وقلت له الموضوع ده تنساه. مرت السنين وولادي اتعلموا واتجوزوا، وفي يوم كنت رايحة عند جارتي دي وهي ما كانتش موجودة بالصدفة، هو كان موجود واتفاجئت بوجوده، لكن كنت تعبانة فهو اهتم بيا. ومن الآخر كده ما كنتش أعرف إن أنا ممكن أي حاجة تخليني يعني إن أنا مش قادرة أتحمل. قرب شوية وبدأ يتكلم معايا في حاجات كتير مع رغم إن مرت سنين، وبدأ يحصل بينا حاجات ما كنتش أتخيل إن أنا ممكن مقدرش أقاومها. في الوقت ده ما بقتش عارفة أعمل إيه. نفسي إن أنا أتكلم مع جارتي وأقطع علاقتي بيها، لأني مش هقدر أروح عندها تاني مهما حصل. لكن المشكلة إن في كل مرة كنت ببعد كانت هي بتحاول إن هي تجيبني تاني، لأن هي فعلا متعلقة بيا وبتحبني بطريقة جامدة، وأنا ما أقدرش أبدا إن أنا أضايقها وأكون السبب في حاجة تضايقها مني في يوم من الأيام. وفي نفس الوقت أنا حبيته جدا واتعلقت بيه، ومش عارفة بجد أعمل إيه بعد اللي حصل ما بينا. الموضوع فعلا حاجة صعبة عليا، ياريت تقولي رأيك.